إلى نيل الرضا ونستمد لطفه فيما قضى. وبعد إنا باليقين نشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالهدى والنور ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. أما بعد فإن وجود الآن بين أيديكم هو في المقام الأول للتبرؤ نحن معاشر الأزاهرة الذين لا ننتمي في أي تيار موجود من هذا الشخص. هذا الرجل دسيسة على الأزاهرة. هذا الرجل في أصله خريج كلية تجارة جامعة عين شمس. جميع أو أغلب القيادات الموجودة في دار الإفتاء المصرية، رئيس الأبحاث الشرعية خريج حقوق عين شمس، مدير عام دار الإفتاء المصرية خريج حقوق عين شمس. هذا المدير لدار الإفتاء المصرية كان محامي الجماعة الإسلامية يوما ما، إلا أنه عقد صفقة مع أمن الدولة وباع 80 رجلا وسلمهم في المعتقل في مقابل أن يحصل على منصب. الحاصل والقائم على إدارة التدريب خريج دار علوم جامعة القاهرة. هذا الرجل لا ينتمي إلى الأزهر بشيء. هذا الرجل إنما بشيء وبنوع من المداهنة وصل إلى هذا الكرسي وحوله إلى وكر لا يصل إلى هذا المكان إلا أحبابه وأقاربه ومعارفه. هذا المكان مبني على الولاء ومبني لا يبنى على الكفاءة. هذا الرجل له انحرافات وشواذ طوام كبيرة على مدار تاريخه الإفتائي. طالعنا بفتوى تحريم الختان التي لا نعلم له فيها سبق على مدار التاريخ. لم يقل أحد بحرمة الختان على الإطلاق، قالها ورأسه فيها سوزان مبارك ومشير خطاب، وأنا أعلم هذا يقينا. عقد له اجتماع سري بعده خرج ليقول الختان محرم شرعا. من أين لك هذا؟ من رأسه أو من وسوسة شيطانه. ثم خرج علينا بفتوى التوريث، فتوى هزيلة، يقول بناء على نص القانون فإنه لا يوجد توريث، وحيث لا يوجد توريث في القانون فنحن لا نعتبره شرعا. هل هذا الكلام يخرج من رجل دين؟ كلام هزيل. ثم جاءته فتوى الغاز فيقول كلاما أهزل وأهزل، يقول نحن ليس عندنا مدركات للواقع وبناء عليه فإننا لا نستطيع أن نفتي في هذه المسألة. عجبا لك. ثم يقول هناك من حرم وقال بعدم تصدير الغاز لأن هذه دولة تحارب بعض المدنيين، يعني اعترف بدولة إسرائيل ولم يعترف بدولة فلسطين. وقال هناك من حرم بناء على أن هناك بعض الدولة تحارب بعض المدنيين، وهناك من أباح بناء على أن هؤلاء من أهل الكتاب. وأنا أقول له أخطأت لأنك لا تعلم التمييز بين أهل الكتاب وبين المحاربين. هذا الرجل يتبع سياسة وحنكة في المداهنة، يتلون بحسب المكان والزمان. هذا الرجل يوما ما كان في السعودية ينضم إلى حزب التحرير وسجن 6 أشهر وكان مناضلا ويتفاخر بالجهاد، إلا أنه عقد صفقة مع أمن الدولة في مقابل الحصول على هذا المنصب. هذا الرجل تاريخه لا يساعده. ليس من المعقول على الإطلاق أن رجلا يمكث في الإفتاء 10 سنوات في ضد هذه الحكومة الفاسدة يكون من النزاهة والشرف والتقوى والورع بمكان كبير. هذا الرجل خرج بشواذ وشواذ لو فضلنا نعدها لا نحصيها. يخرج ليقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. هذا الكلام لا يخالف العقل، لأن العقل يستجيز كل شيء إلا أن 1 زائد 1 يساوي 3. فالعقل قد يتصور ذلك ويجيزه، ولكن هل هذا دليل على الولاية؟ هل هناك ولي يخرج على الناس ويقول أنا ولي؟ هذا ما لا نعلمه، إلا أنه يتلبس بذلك. ثم يخرج في إحدى الخطب ويقول بعد الثورة وبعد مناهضته لشباب الثورة بل وطرده لبعض العاملين في دار الإفتاء المصرية لانضمامهم للثورة، بل وقال لهم بالحرف الواحد بعد أن نجحت الثورة وقبل انهيار جهاز أمن الدولة، قال لبعض العاملين في دار الإفتاء المصرية بالحرف الواحد حسن عبد الرحمن لسه قاعد وجهاز أمن الدولة لسه قائم وقوي، ونحن بقى قاعدين على قلبكم مش سايبين. يسكت مفتي مبارك. 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 هذا الرجل طوامه كبيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى لو جلسنا نعدها. المهم هو أن مطلبنا الأساسي أن هذا الرجل يقدم نموذجا وقدوة إن كان فعلا كما يدعي
يعني يدجل على الخلق ويخرج في زي الإنسان الطيب وهو معلوم بسوء خلقه. اسألوا من تتلمذوا على يديه في كلية الدعوة وفي كلية كذا وكلية كذا، يفصل الكاميرا إن كانت تصور ويخرج منه السباب والبذاءة. هذا الرجل ليس من أهل الدين وليس من أهل العلم في شيء. هذا الرجل نتبرأ منه كأزاهرة، ولا نعتبره ممثلا للأزاهرة، ولا نعتبره ممثلا لمنهج الأزهر الشريف بعقيدتهم وفقههم وسلوكهم، ولا ممثل للسنة فيه. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 التعيين في دار الإفتاء المصرية يختلف عن بقية الأماكن الحكومية والمؤسسات الدينية على مستوى العالم أجمع. التعيين في دار الإفتاء المصرية يتم على بناء ترشيح من تلامذته وأبنائه ومعارفه وجيرانه لبعض الشخصيات، يعقد لهم مقابلة شخصية مع واحد اسمه أشرف فهمي مدير دار الإفتاء المصرية. هذا الرجل الذي كان يوما ما محاميا للجماعة الإسلامية ثم باعهم في مقابل المنصب، هذا الرجل الذي هو متهم بالدرجة الأولى بالعمالة لأمن الدولة، وهو كلما رأيته وكلما تكلم لا يتكلم إلا بلسان أمن الدولة، وإذا رأيته لا تشعر إلا أنه ضابط أمن دولة. المفتي يجعله مدير عام دار الإفتاء المصرية ليسب المشايخ ويضرب المشايخ ويهزئ المشايخ. إن هذا لمنكر عظيم وشيء سوء. يحيى المخلصين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الرجل المخلصين من الأزهريين. يحيى المخلصين من الأزهريين. يحيى المخلصين من الأزهريين. يحيى المخلصين من الأزهريين. نحن كأزاهرة نقول له نحن براء منك والشعب كله بريء منك. هذا الرجل يتفنن في أن يحدث الفرقة والخصام بين المسلمين، تارة يسب في إخواننا السلفيين، وتارة يشتم في إخواننا الإخوان، وتارة يشتم في هؤلاء وفي هؤلاء ويتلون. كان قبل أن يتولى الملك عبد الله يشتم في الحجاز وفي أراضي السعودية، ثم أن بعد أن صارت بينه وبين الملك عبد الله علاقة صداقة صار ينبه كل الذين من حوله ويقول لهم لا، لسنا الآن في صدد الكلام عن السعودية. فهو يتلون سريع التلون. بعد أن كان يناهض الثورة ويشتم الشباب الذين في ميدان التحرير، صار يخرج على المنابر ويقول اللهم إنك تعلم أنني من الصادقين وأنت تعلم أنني مع الثورة. هذا كذب وبهتان ونفاق. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فظلوا على مطلبكم. مطلبنا الأساسي هو أن يرحل هذا الرجل، لا بديل لنا عن هذا المطلب، لأن هذا الرجل له تاريخ أسود في هذا المكان. ارحل يا جمعة. 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 يسقط مفتي مبارك. 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 علي جمعة قاعد ليه؟ هو أحسن منهم في إيه؟ هو أحسن منهم في إيه؟ بص شمالك بص يمينك. بص شمالك بص يمينك. بص شمالك بص يمينك. بص شمالك بص يمينك. كل الشعب مش عايزينك. كل الشعب مش عايزينك. كل الشعب مش عايزينك. كل الشعب مش عايزينك. لسه بتفتي لحساب مين؟ لسه بتفتي لحساب مين؟ لسه بتفتي لحساب مين؟ لسه بتفتي لحساب مين؟ بيني وبينك شرع ودين. بيني وبينك شرع ودين. بيني وبينك شرع ودين. بيني وبينك شرع ودين.